السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نعمة. نتمنى تكونوا بخير. جيت اليوم فيديو جديد وموضوع جديد، نهضر في الموضوع جديد اليوم. هذا الموضوع هذا خصوصا دابا من حيت داز العيد الكبير والعطلة الصيفية، اكيد غيكون هذا الموضوع كاين في هذا الوقت هذا ومحتاجين ليه. نهضروا اليوم على كيفاش نحيدوا الديون، حيت كاين دابا الديون الله يحسن العوان. هذا الموضوع راه ملموس وعلى تجربة باش هضرت عليه. دابا الانسان راه كاين الله يحسن العوان اللي غارق في الدين وغارق في الكريدي وما عرفش كيفاش يتخلص من هذا الكريدي وكيفاش يتهنى، خصوصا دابا حنا مقبلين على سنه جديده، مقبلين على دخول مدرسي، مقبلين على بزاف الحاجات. خصنا نحاولوا نتخلصوا من الديون ديالنا باش نعيشوا في الراحه البال وتحيد الاكتئاب وتحيد التخمام. والانسان كينعس الله يحسن العوان، العقل ديالو كيفكر غير بداك الكريدي، كيديروا الضغوطات النفسيه وكيفاش يقدر يحيدو. حنا غنحيدو هاد الكريدي هذا بخمسه الخطوات، وتكون العزيمه هي الاولى. كنقول لكم اي واحد بغى يدير شي حاجه خصو تكون العزيمه ديالو قويه، يكون عنده العزيمه ويزيد الاراده ويزيد باش يوصل داكشي اللي بغى، الهدف ديالو يحققه. وغادي الا تبع هاد الطريقه هذه يكون اكيد بان غادي يتهنى وغادي يرتاح وغادي يقدر حتى يولي داير حتى هو يجمع واحد المبلغ ويدير المشروع ديالو ويدير داكشي اللي بغى في الحياه ديالو. كنقول له غير تبعوا الخطوات اللي كندير معكم، وكنتمنى هادشي اللي كندير يكون فيه استفاده والانسان في الحياه ديالو. نحاول نعاونكم بالتجارب ديالي في الحياه ديالي، كنحاول نعاونكم بها، خصوصا اللي عاد مقبلين والولاد والبنات اللي كيكونوا صغار ما كيكونش عندهم تجربه. كنحاول ندير معاهم هاد المواضيع جداد. نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. اول خطوه الانسان خصو يخلص من النيه الله سبحانه وتعالى ويطلب الله الدعاء. انا كنوصيكم دائما كنقولكم دعيوا الله، طلبوا من الله سبحانه وتعالى الاعانه، والله سبحانه وتعالى ما كيتخلاش على الانسان، اي واحد ما كيتخلاش عليه الله. كونوا اكيدين بانك طلبتي الله غادي يحقق لك هذا الشيء وغادي يحيد عليك الكريدي. اول حاجه. ثاني حاجه غادي تقسمي داك الدين اللي عليك. واش انت كيسالك الدين واحد جوج ثلاثه؟ شحال ديال الناس واخده من عندهم هذا الدين وعلاش خديتي هذا الدين؟ خصك تقسمي داك الدين. شحال من واحد واخده من عنده، اللي واخده من عنده الدين غتبداي باللي عنده الدين الصغير، واخده من عند واحد الانسان داك المبلغ الصغير غتبداي به هو الاول، تعطيه تعطيه شويه بشويه تتحيديه. غتحيدي هذاك الاول، تحيدي عاوتاني الثاني الا كان عنده مبلغ متوسط تعطيه له حتى توصلي للمبلغ الكبير. بهكا غادي ترتاحي شويه بشويه بشويه تتحيدي. ما تجمعيش كلشي في مره كل واحد تبقاي باش ما يتهنى ترتاحي. غتمشي عند داك الانسان اللي انت مسلفه منه تقولي ليه الله يرحم الوالدين، انا دابا غير نعطيك الفلوس ديالك ولكن تصبر عليه. اللي غتشوفيه انت واخده من عندك الفلوس هو قادر يصبر عليك. الانسان اللي ما قادش يصبر عليك هو الاول غتعطيه داك الفلوس، ويكون المبلغ نفضل يكون المبلغ الصغير. غادي هكا غادي ترتاحي. ثاني حاجه غادي نبداو الا كان عند الانسان عندهم كريديات، وخصوصا كيكون عندهم كريديات في الهري في الحانوت. حنا تنقولوا له الهري احسن ما نقولوش الحانوت. الهري اللي كيجيب لك الكريدي من الهري وتتلقاه غرق صافي تيولي عنده ما كيبقاش ينعس. الله يحسن العوان. كي عرفتي راه الا دخلتي في ديك الدوامه ديال الحانوت وكتبقاي تهزي راه كيغلب لك على كلشي، كيدير لك المنظر كتبقاي بحال ما كتجيبيش الخلصه. كتجيبي ديك الخلصه خصك تعطي واحد المبلغ وعاوتاني تهزي وكتدخلي الدوامه خايبه. حنا نقول لك واحد الطريقه بسيطه. غتمشي عند داك مول الهري تقول له حسب لي شحال عندك ديال الكريدي ديالي شنو كتسالني. تحدي واحد المبلغ جمعتي مثلا، راه كاين اللي كيكون وصل 50 60 70، كاين اللي راه حتى 80، كاين حتى 100، كاين شحال. المهم المبلغ غتحسبيه وتجمعيه على حسب المبلغ شحال ما عنده. غادي تجي وتهضري معاه، غتقري صافي من داك النهار غتقري بانك ما غاديش تعاودي مره اخرى تهزي الكريدي. هذا كون قرار قلنا لك لا رجعه فيه. فاش غادي تجي غنجمع داك المبلغ، غنقدر شحال غادي نعطيه. نقدر نعطيه 10 نعطيها له، غنعطيه 20 غنعطيها له. وغنجي راني دايره التقسيمات ديال باش تقضي من الهري. غنقيد كل ما كيخصني، اي حاجه كتخصني للدار ديالي نجيب من النهار الاول يكون عندي هاد الازمه نجيب غير الاساسيات اللي كنحتاج للدار ديالي: الطحين، الزيت، السكر، المهم المواد ديال التنظيف، اي حاجه المهم اللي خصني غادي نقيدها. ونحاول باش ديك المنطقه غادي نخلي منها باش نتقضى حوايج اخرين، الخضره، اللحم، المهم اي حاجه اللي خصك تدخلي للدار ديريهم. وغادي ديري داك المصروف. فاش تفرقي المصروف، حنا دايرين المصروف، ديري المصروف ديال الخضره، اللحم، الطوارئ، الادخار، رمضان، العيد الكبير. هادو مصاريف ثابته ما غاديش تحيديهم، غادي ديرهم هكا. حنا حيدنا الموضوع ديال الهري. الا كان عندك كريدي ديال السكن
حتى هو نفس السيستم، عارفه بان داك الكريدي ما غاديش، وخصوصا على مده طويله كيكون مرهق وكيعيي وتيتعب نفسانيا. انت دابا صافي عرفتي راسك درتي داك الكريدي وحصلتي فيه، غادي تشدي داك الماندا، غادي تجيبها تعرفي الدخل ديالك شحال، غادي تجيبي ديك الماندا فاش تشديها تقسمي الاظريفه وتعرفي شنو غتجيبي من الهري، شحال تيخصك ديال الخضره في الشهر، شحال تيخصك ديال اللحم، وديري الظرف ديال الطوارئ والظرف ديال الادخار، وتعرفي بان تابعك رمضان وتابعك العيد الاضحى وتابعك الدخول المدرسي ديال الدراري، هادشي كله غادي تنظميه. وهذاك المبلغ اللي عندك غتمشي عليه على حسب سميتو غتوفري منه. الا بغيتي تعيشي مرتاحه وسميتو تعيشي حياه افضل، وغيكون عندك واحد المبلغ، واخا يكون مبلغ بسيط، واخا توفري غير 100 درهم في الشهر، واخا تجيك بسيطه، ولكن من بعد غادي ترتاحي بها، غتبقاي تحسي بانك عندك شي شويه جمعتي شي حاجه، يعني ما بقيتيش عايشه فيك الدوامات ديال الكريدي. هذا الاول. وغادي عاوتاني الطريقه قلنا الخامسه هي البحث على دخل جديد. غديري واحد البحث دابا كاين في الانترنت، ولا الانسان تيقلب على اللي بغيتي تخدمي من الدار، رانا دايره بهاد المشاريع اللي قلت لكم جديده، كيفاش شنو المشروع اللي ديري باش دير لك دخل. تقول لي انا عندي الكريدي وغادي راه خصك تبحثي على الدخل الجديد. الا انت الا الزوج ديالك خصكم تبحثوا على الدخل الجديد، باقي تدخل منه فلوس قليله، واخا يجي الزوج حتى العشيه، واخا انا عارفه التعب وعارفه العيا وعارفه يقلب على شي حاجه بسيطه. اي حاجه المهم الانسان يدير بها دخل جديد، المهم غتعاونو، غتحسن ليه الحياه ديالو، غيعيش حياه مرتاحه. راه كاين مشاريع في الانترنت وكاين بزاف حاجات، وغتبقاي تجمعي الفلوس على الفلوس حتى لواحد النهار غتلقاي راسك راكي خرجتي من ديك الدائره ديال الكريدي، والنفسيه ديالك ارتاحت. وكان نزيد ننصح حاجه واحده اخرى، الانسان الصدقه دائما، خصوصا اللي عنده الكريدي صدق، واخا يكون مبلغ بسيط، تقولي انا غير بسيط، واخا غير درهم واخا غير دراهم، المهم الصدقه راه كتعاون باش الانسان يحيد من الكريدي ويطلب الله سبحانه وتعالى، ويطلب العون من الله. وكنتمنى اي واحد عنده هذا الكريدي ولا عنده شي حاجه الله يفرج عليه ويحيد عليه هذا الكريدي هذا ويرتاح. وكنتمنى ندعيو الله سبحانه وتعالى باش يعاونكم ويعاون اي واحد عنده شي كريدي تحيد عليه. وشكرا للجميع، وكنشكر اللي كيكتب لي التعاليق وكيدير لي جيم.